أهلا ومرحبا بكم في قناة لبنينا. أكني سقارن استقبيليت أتصفتي وثنا يونيك السينارة ذي السوتة ملالت وديا سي كريتيكين كيا نديرو إذن اليوم مع بعض حلوى تقليدية قسنطينية رائعة طمينة الجوز بقياس قبلي لبنينا 5 حبات سيدتي فقط رائعة. بسم الله وبعد الصلاة على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم نبداو الوصفة. عندي 2 قبليات تاع لوز مرحي معمرين شوية مع قبلي تاع جوز مرحي مقبن. هنا عندي ملعقة صغيرة تاع زبدة، نص قبلي حليب، قبلي إلا ربع تاع السكر ولا عفوا قبلي ناقص أسبوع السكر، مع نص قبلي تاع ما ورد. أنا ما عنديش لا زبدة حيوانية حرة هذيك المليحة اللي يديروا بها، ما عنديش الحليب تاع البقرة وما عنديش ماء الورد. دونك جي في افيك سو كو جي تروفي في لي كوميرس. نستعمل إذن كاسرونات تجي من الأحسن ما تلصقش ثقيلة. درت هذيك الزبدة، ندير نص قبلي حليب اللي هو 60 غرام مع نص قبلي ما ورد. الأحسن والأفضل ديروها الوصفة الأصلية بماء ورد مقطر. هنا في بجاية ما كانش. درت قبلي ناقص أسبوع السكر كما راكم تلاحظوا. إذن راح نعطيكم المقادير في صندوق الوصف بمقادير مضبوطة، ديروا 5 6 حبات ومن بعد نفهمكم إن شاء الله. درت هذاك السكر والزبدة والحليب وما ورد هذاك يذوب يبدا يغلي فقط. ندير الجوز نتاعي معمر مع 2 قبليات تاع لوز مرحي. هذاك الجوز ما ريحتوش رقيق بزاف بزاف كما راكم تلاحظوا على الصورة. أنا على نار متوسطة نبقى نحرك بملعقة تاع الخشب من الأحسن ماشي اونينوكس حتى يبدا يغلي شوية ويبدا ينشف برك. نقص النار. أنا هذه الكمية قليلة 5 حبات فقط، خذت لي طياب نتاعو 7 دقائق. إلا كانت كمية كبيرة على كل حال راح تاخذ شوية وقت. شوفوا من بعد راح تلاحظوا بلي ما تتلاصقش. الفا سو ديكولي هذاك الطمينة دي باروا دو فوتر كاسرول من الأحسن أكدوا نعاود تجي ثقيلة ومن بعد راح تتلاصق. تبدا تتلاصق فقط. هنا خلاص أنا خذت لي 7 دقائق. حسبت شفت الكرونومتر باش تنجحي فيها تاني أختي الكريمة. تولي كتلة نحيها تدفى في طبسي كما راكم تلاحظوا على الصورة. طفيت النار تنشف سي فو فولي فوالا. ومن بعد حطيتها في طبسي صغير كمية قليلة تدفى مليح ماشي تسخن ولا تبرد تماما. شوفوا الكاسرونة تبدا تتلاصق. شوفوا هنا في هذه المرحلة رفدي كمية قليلة سيدتي هكذا في يديك. الوصفة والله غير موجودة في اليوتيوب بكثرة ومن كل الأنواع، بصح أنا درتها لكم فقط بقياس القبلي كيما راكم تلاحظوا. والتعاليق هذوك في التيك توك وكامل اللي تقولوا باللي ماشي حاجة نقولها لكم بلي الوصفة ماشي تاعي. بيان سور ماشي تاعي الوصفة هذه، على بالي هذه وصفة تقليدية جزائرية. كاع النقاش سي با موا كي لا انفونتي. شارك المسكر سي با موا كي لا انفونتي. لي روسيت فرونسيز لي تارت au citron etc. toutes les recettes du monde qui existent sur les réseaux sociaux c'est pas moi qui les ont inventées. mais واش بكم هكذا vous me dites que c'est pas bien sûr ça c'est pas ma recette à moi. c'est un gâteau traditionnel constantinois واللي نحييهم عبر هذا المنبر. المهم هنا كما راكم تلاحظوا إذا درت السكر الناعم. أنا جي سبقت شوية الأحداث الصورة كما شفتوا. درت السكر الناعم من التحت نحلها ماشي رقيقة ماشي خشينة بالحلال وهي دافية. ونزيد إذا سكر ناعم من الفوق نخليها نورمالمون تبات كي تكون كمية كبيرة. أنا خليتها ساعة ولا 2 نتوما 2 سوايع كمية قليلة اقطعوها باش تشطروها. أكدوا نعاود كمية اللوز والجوز يكون مقبن. وراح نعطي لكم المقادير بالضبط كمية قليلة بالغرام بالميزان. على بالي تحبوا كاين متتبعين يحبوا الميزان. شوفوا ما شاء الله تجي متعوفة. إلا حبيتي ديري أكثر من 5 حبات أختي الكريمة قطعيها مربعات صغار وانت فنني كيما تحبي. أنا إذا كيما راكم تلاحظوا درنا بقياس قبلي لبنينا أصغر كمية. je pense sur YouTube je ne sais pas parce qu'il y a plein de youtubeurs اللي يبارك لي يديروا كميات قليلة الآن. donc je ne sais pas si cette recette existe en petite quantité. تجي بنينة. للأسف ما عنديش ما ورد المقطر والحليب البقرة والزبدة. كم تعرفوا جي utiliser du beurre doux زبدة ماشي مارغرين. وتحصلت على نتيجة رائعة اللي
راها تتوحّم نقولها تسمح لي، حلوة تشهي، شهيتكم بالجنة. نحيي من هذا المنبر ناس قسنطينة على كل وصفاتهم، خاصة إلا راكم تشوفوا فيا ناس قسنطينة هذا الفيديو. نحييكم بزاف بزاف ونشكركم على وصفاتكم التقليدية الرائعة. وانت اختي قل لي من اي ولايه راكي تشوفي فيا باش نزيد ندير لكم وصفات تاع الولايه نتاعكم ولا بلادكم ان شاء الله. بقياس قبلي البنينه اذا درنا اصغر كميه على اليوتيوب، وهذا سي لا شوت. شوفوا هذه سي لا شوت، وكاين بتي مورسو دو شوت فقط كليتو او مومون او جو ديكوبي هذا الحلوه. ان شاء الله تعجبكم وتجربوها. من فضلكم كسروا لي التعاليق، اكريفي نيمبورت كوا باش برك تطلع هذا الوصفه من فضلكم. حلوة تشهي شهيتكم إذا بالجنة. نخليكم إذا مع الصور، نقول لكم إلى اللقاء مع وصفة أخرى في قناة خوكم البنينة بقياس قبلي قهوة كحلة.